السلام عليكم. يلا بينا نعمل النهاردة أكلة مفاجأة. هنعمل الممبار بكل أسراره وكل طرقه، ونعرفوا الممبار أنواعه إيه وبيتعمل إزاي. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد. الأول هنعمل خلطة المحشي. خلطة المحشي عادي، نقطع البصل ونتبله معلقة سمنة، وبعد كده هو بنحط له الطماطم. طبعا الطماطم دي اللي احنا عملناها ونزلتها على القناة، ما شاء الله حمرا وجميلة، وطريقتها كانت سهلة. هتلاقوها معايا عندكم على القناة. حطينا الطماطم، وبعد كده نحط معلقة صلصة. طبعا هو ما كانش محتاجة صلصة، بس أنا حطيت معلقة صلصة. وهنحط بعد كده ملح وفلفل أسود ومعلقة شطة. اللي ما بياخدش طبعا ما بيحبش الشطة ما يحطهاش، مفيش مشكلة. طبعا المعالق احنا بنحط معالق صغيرة عشان ما حدش يحط معلقة كبيرة. إحنا بنكتّر فيها الفلفل الأسود بس شوية، لكن ما بنحطّش فيها أي بهارات، لإن هي ما بتبقاش محتاجة بهارات. البهارات أو المرقة بنحطّوها طبعًا للمحشي العادي، إنّما ده لأ. بنحط كده أهوّة، عملناه، قطّعنا الخضرة، بنحضّر بقى الخلطة كلّها على بعضها، الخلطة بتاعة الطماطم مع الخضرة مع الرز، بنقلّبهم كلّهم مع بعض. كده بقى دلوقتي إحنا بنحاول نضبط